لازم تعرفي إن الحديث يذكر الغالب والأعم من الذنوب الواقع فيها الإنسان. الغالب والأعم من الذنوب الواقع فيها الإنسان، مش حيذكر تفاصيل ما يقع فيه الإنسان من ذنوب. يعني مثلا على سبيل المثال الحديث ذكر أن من أسباب دخول المرأة النار كفران العشير وكثرة اللعن. تمام؟ هل هذا يعني أن ذنوبها الأخرى لا تدخلها النار؟ لا، الحديث لم يقل إن هذا فقط الذي يكون سببا في دخولها النار، لكن الحديث يذكر الغالب المنتشر والأعم المنتشر، مش كل الذنوب، إنما يذكر الغالب والأعم. هذه نقطة مهمة جدا. وإلى الحديث لو كان سيعدد الذنوب، ما في نساء تسحر، في نساء تقتل، في نساء تفعل وتفعل. ما ذكر الحديث كل هذا؟ لأن يذكر الأكثر انتشارا لتنتبه النساء منه لكي لا تفعله. وما هو الأكثر منتشر بين النساء؟ الفعل كفران العشير واللعن. يعني خليني أخذ لك مثال كفران العشير. ما معنى كفران العشير؟ أن يكون لك زوج صالح دعمك طوال حياتك، ينفق عليك، وفر لك المسكن، المأكل، المشرب، الملبس، وقد يكون هذا الزواج استمر 30 سنة أو أكثر حتى. فحدث خلاف بين الاثنين، فتجي تلك المرأة وتقول له: لم أرى منك خيرا قط. أنت معتبرة أن هذا أمر مجرد كلمة، لكن بالنسبة للرجل هذه ليست مجرد كلمة. بالنسبة للرجل هذا دمار وهلاك ما فعله لمدة هذه السنين كلها من تعب وإنفاق، وانحنى ظهره وعمل في الأعمال المرهقة، فتدمري كل هذه السنين بكلمة. هذا ليس مجرد ذنب بسيط، هذا لا يقل عن بيع المخدرات وعن شرب الخمور وعن غيرها، لأنك تدمرين إنسانا انحنى ظهره لأجلك. فالحديث يتكلم عن هذا الصنف. أنت حطي نفسك هذا الموقف، حطي نفسك أنت فيه كامرأة، ستشعرين بكسرة عظيمة. الرجل أضعاف مضاعفة من هذا الكسر، الرجل أضعاف مضاعفة من هذا الكسر. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذنب؟ ليش ما ذكرش الذنوب الأخرى؟ لأن هذا هو المنتشر بالفعل بين النساء. لنكن واقعيين، أنا أقول لك 95% من النساء وقع في هذا، إن لم تكن النسبة أكثر. خليني أخذ لك على أقل تقدير، 95% من النساء وقع في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذنب المنتشر بين النساء لتحذري منه، لتحذري منه، مثل ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، حذر الرجال مثلا من ذنوب أخرى المنتشرة بينهم، فذكر حذر النساء من هذا الذنب المنتشر. ما ذكرش النبي صلى الله عليه وسلم بيع المخدرات، بيع الخمور، الزنا كذا، لأن الأكثر المنتشر بين النساء كفران العشير ولا الزنا؟ كفران العشير. المنتشر بين النساء أكثر بيع المخدرات وكذا ولا كفران العشير؟ كفران العشير. فبالتالي الحديث ذكر ما هو يعني منتشر أكثر. وبالمناسبة الإسلام لم يفرق في العقاب والجزاء الأخروي بين الذكر والأنثى. هذه قاعدة لازم تحفظيها. أعرف. الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الجزاء والثواب الأخروي، على حد سواهم الاثنين، على حد سواء. يعني لذلك تجدين كثيرا من الآيات القرآنية تساوي أو تعدل، التعبير الأصح تعدل بين الرجل والمرأة في الجزاء والثواب الأخروي. واضح؟ نعم. واضح الجواب، يعني اقتنعتي به ولا لا؟ إذا مش فاهمت ممكن تكملي، تفضل. أخاف تعصب يا شيخ وتقول لي كبسي تحت وأنا حابة والله تجاوبني. يا أختي ما نقول لك لا كبسي تحت ولا شيء. طيب بس آخر سؤال عن هذا الموضوع. أنا ما عنديش مشكلة، أنا إذا كان الحوار فيه أدب وفيه وصول للحق وكذا، أنا لا أفعل ذلك.
أنا أقول لك استحت أو كذا للشخص الذي لا يبحث عن الحق والمراوغ فقط، سواء كان رجلا أو امرأة. بس طبعا لا تنتظر إني أضحك لك أو أبتسم لك وكذا لأنك امرأة، ومن حدود الأدب ألا أفعل ذلك. لا والله يا شيخ، بس ما أريد تنزلني، بس يعني لا نزلت إلا إن شاء الله بعد جواب. ما تنطقي الشهادتين بإذن الله. طيب، اللي فهمته من الكلام إنه يعني مو معناها إنه لما النبي شاف الجنة والنار، إنه النساء هم اللي أكثر عددا بالنار أكثر من الرجال، بس يقصد إنه النساء كانوا بالنار أكثرهم راحوا للنار بسبب هذه العادة اللي سووها. هذا الجواب. الذي جوابي هو أن ليس شرطا هذان الذنبان فقط من يدخلان النار، إنما هذا الأكثر شيوعا بين النساء، لكن مش معنى هذا أن باقي الذنوب لا تدخلهم النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم. يعني ماذا معنى هذا الكلام؟ يعطيك الكلمة باختصار ليعطيك المعنى الأكبر. تمام؟ فبالتالي ذكر هذين الذنبين بمعنى يذكر أكثر الذنوب وقوعا فيها النساء، لكن مش معنى أنه ما عندهمش ذنوب أخرى. وحين يذكر ذنبا للرجل لا يعني أنه لم يقع في ذنوب أخرى، فهمت؟ لكن هو ذكر الغالب والأعم الواقع فيه النساء. يعني النساء مو هم اللي أكثر بالنار والرجال شوية، صح؟ لا طبعا مش معنى أكثر معناته الرجال شوية. مش معنى ذلك. يعني الحكم لما يقول الحديث أن النساء أكثر أهل النار، تمام، ما فيش حديث يقول الرجال أقل في النار، لا ما فيش. ليس معنى أن النساء أكثر إذن الرجال قليلون. هذا الجواب اللي أنتظره، لأنه لما أجي أفكر بالموضوع أفكر أنه كعقوبة لذنب القتل هي أعظم عند الإله من ذنب عدم الإحسان للزوج. فقاعدة أقارن بين أتركيك من هذا كله. الشرك أعظم. الحديث لا يذكر ما هو الأعظم درجة في الذنوب، الحديث لا يقول ذلك، إنما الحديث يتكلم عن الذنب المنتشر بين صنف النساء اللي هو إيش؟ نعم. كفران العشير وكثرة اللعن. احذرنا من هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. تمام. ليش؟ طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما حذرش النساء من كثرة الزنا مثلا مثالا؟ لأنه ذنب مشترك. لا مش بس ذنب مشترك. الجواب على هذا حديث آخر. حين جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال لها بايعيني على ألا تشركين بالله شيئا ولا تزنين ولا تقتلين نفسا، النظام البيع المعروف. فلما ذكر قال ولا تزنين، فاستغربت، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ فهذا أمر ما كانش منتشر بين النساء الحرائر إطلاقا، موضوع الزنا، بس في نفس الوقت منتشر بينهن ذنب كفران العشير واللعن. فحذرهن النبي صلى الله عليه وسلم من الذنب الأكثر انتشارا، مش الأعظم، ما هو الزنا أعظم من كفران العشير وأعظم من اللعن. الشرك بالله عز وجل أعظم من كفران العشير وأعظم من اللعن، لكن هو حذرهن من الذنب الأكثر انتشارا، أن هذا سيسبب دخولكن النار، بمعنى ما تفسدوش على نفسكم. يعني مش عشان هو لما صار في الإسراء والمعراج فشاف النساء أكثر يعني، ولا هو بس يعرف إنه هذا الذنب أكثر فهو قال هذا؟ لم أفهم كيف يعني قصدي إنه إن الرسول لما قال هذا الحديث هو يقصد يعني إنه بسبب هاي العادة منتشرة، فحتى يحذرنا إنه ما ندخل النار، مو لأنه هو لما أسرى الإسراء والمعراج وبعدين شاف الجنة والنار وشاف النساء أكثر، يعني هو ما شاف النساء أكثر. ما فيش يعني رأيتكن هنا ليس بمعنى أنه رأي العين، لأن النار لم تفتح بعد وما زالوا الناس أصلا ما دخلوش لا لنار ولا لجنة في ذلك الوقت. النار والجنة تفتح أبوابها يوم القيامة. الآن اللي موجودين فيه الناس هو حياة البرزخ، نعيم أو عذاب في حياة البرزخ. أما الجنة والنار فأول ما يفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لكن معنى الحديث هنا رأيتكن أي أخبرني الله سبحانه وتعالى وأعلمني الله عز وجل حذر النساء أن هذا الذنب يجعلهن أكثر أهل النار. هكذا هو الأمر. تمام. رأيت هنا في اللغة العربية بمعنى علمت،
زي مثلا في قوله تعالى في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينه ما فعل ربه بأصحاب الفيل؟ لا. هو أصلا ولد في عام الفيل أساسا فلم يرى. لما الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، عاد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. ليس معنى الرؤية هنا رأي العين، إنما معنى ذلك علمت، لأن الرؤية تأتي بمعنى العلم في اللغة العربية. رأيت أي علمت. تمام، مثل ما أقول لك، أقول لشخص أو يقول شخص مثلا: رأيت الحق. رأيت الحق، رأيت الحق هنا بمعنى علمت الحق، لأن الحق ليس شيئا ماديا ليرى بالعين، إنما رأيت الحق هنا بمعنى رأيت يعني علمت الحق. فلما يقول رأيتكن يعني علمت من خلال الوحي أن هذا الذنب يدخلكن النار، فلذلك نصحهن بالصدقة. تمام. شكرا، هذا الجواب جدا مقنع أمانة. ممكن أسأل سؤال ثاني؟ تفضلي. طيب، السؤال الثاني آية بالقرآن، بس خليني أشوف حتى ما أقول غلط. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم. شيخ، ما ملكت إيمانكم هو يعني النساء اللي هم مو زوجات وإنما ملك يمين. لما بحثت عليها هم النساء اللي لما تصير حروب ولما تصير مثلا يعني ياخذوهم من المكان اللي هم يعني كانوا به. هذول يقعدون عند يعني عدد غير محدود عند كل شخص، بس يكون مسؤول إنه يعني عن مأكلهم، مشربهم، مسؤول عنهم. أوكي، بس هي يعني إنه ظل قاعدة عند، هو أقرب، هذا أقرب للعبودية، لأن الشخص يكون مو حر نفس الوقت، ونفس الوقت إنه يعني ما قاعد يتصرف مثل ما هو يريد. يعني مثلا أتخيل عن نفسي أنا ملك يمين، يعني مثلا غاروا علي ناس، قتلوا مثلا أبوي وأخوي وقتلوا زوجي، ولازم أكون زوجة مطيعة لأحد. أكيد ما راح أكون يعني هذا قاتل أبي وقاتل أخي وقاتل، يعني هذا يعني عبودية هذه. يعني أنا مو مخيرة، أنا مجبرة بهذا الموضوع. كل ما قلتيه هذا ليس له وجود في الإسلام. طيب، وعندي الدليل على وعندي الدليل على كل حرف. نعم. تمام، بس خلينا ناخذها واحدة واحدة. تمام. أولا قلت إن ملك اليمين ليسوا زوجات. أولا لما نقول ليسوا زوجات، ما المقصود بأنها ليسوا زوجات؟ لازم تعرفي أن كان في نظام سائد في كل المجتمعات، كان نظاما سائدا في كل المجتمعات. إن هذا النظام مش بس في الإسلام، الإسلام أصلا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا النظام موجودا. الإسلام هو الذي رتبه وقننه وضبطه، وليس بالشكل الذي كانت تمارسه تلك المجتمعات. نظام ملك اليمين يعتبر هذه المرأة حلال لذلك الرجل. تمام، حلال لذلك الرجل. فبالتالي حتى ما كان يخجل الواحد يقول إن أنا أمي مثلا ملكة يمين، كأنه يقول أنا أمي زوجة، لأن النظام في ذلك الوقت، النظام السائد، نظام الجواري، ما تخفي تلك الفكرة مقارنة بما يفعل اليوم. اليوم كلمة جارية مسبة، كلمة جارية مسبة، لكن في مجتمعات ذلك الزمان كلمة جارية ليست مسبة على الإطلاق، بل قد يقول الشخص أنا أمي جارية كأنه يقول أمي زوجة، ما عندش أي اعتراض على ذلك أبدا، لأن مجتمعيا الأمر كان متقبلا وليست مسبة على الإطلاق. وسأعطيك مثالا: سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو خلينا نأخذ سيدنا إسماعيل عليه السلام. من أمه سيدنا إسماعيل؟ ما أعرف. هاجر. أم سيدنا إسماعيل هاجر. تمام. طيب هاجر ماذا كانت؟ جارية. نعم. سيدنا إسماعيل أمه هاجر كانت جارية، ونقول عليها السلام ونحترمها ونقدرها. هل سمعت أن سيدنا إسماعيل خجل يوما أن أمه جارية؟ ما خجل أبدا. لماذا؟ لأن كلمة جارية ليست مسبة. ما تاخذيش المصطلحات العصرية وتسقطيها على ذلك العصر. اليوم لما أقول لي فلانة امشي يا جارية، بعض الناس يستخدمونها مسبة.
بعض الناس يستخدمونها مسبة، لكن في تلك العصور وفي تلك المجتمعات ما فيش أي إطلاقا، ما فيش أي مسبة. لذلك تجدين أن في علماء كانوا أبناء جاريات، علماء وصحابة وناس كبار. بل أقول لك المماليك أو ملكة اليمين وكذا، طبعا هم في رجال وفي نساء، ملكات اليمين في رجال وفي نساء، مش شرط نساء. تصوري أنهم وصلوا إلى الحكم في التاريخ الإسلامي، وصلوا إلى الحكم، حكموا بلاد المسلمين، لأن الإسلام لا يمنع أن ملك اليمين يكون حاكما. طيب من الذين حكموا في التاريخ الإسلامي؟ المماليك الذين حكموا مصر، المماليك الذين حكموا مصر هؤلاء ليش سموا مماليك؟ يعني ملكين، كانوا ملك يمين عند الدولة الأيوبية، وحكموا بلاد المسلمين ولهم السمع والطاعة في المعروف وما فيش أي إشكال. ما كانتش مسبة، ما اعتبروش مسبة. لا تسقطي المفهوم العصري لهذه المصطلحات على ذلك العصر فترين الأمر مستقبحا. وعارفة أن أنا سأعطيك مثالا أكبر من ذلك. هل تعلمين الآن بعض المجتمعات الغربية في أوروبا وغيرها، هل تعلمين يرون الزواج اليوم مسبة؟ ممكن أنت لا تعلمين ذلك، لكن أنا أخبرك بهذا. بعض أنا المجتمعات لا أقتنع بهذه الأنظمة أصلا. أرى أن الإسلام كختام لا مش قصدي للأديان. هكذا، مش قصدي هكذا، اسمعيني بس للآخر. نعم. أنا أعطيك مثالا على قلب المصطلحات. اليوم المجتمعات الغربية أغلبها يرون الزواج عبودية ويرون الزواج مسبة، ولذلك تجدين معظم المجتمعات الغربية لا يتزوجون اليوم، إنما بوي فريند بس، ما فيش زواج. تمام؟ صحيح. ليش هذا الكلام؟ لأن يعني أنت انتظري 100 سنة أو 200 سنة، طبعا مش هتكوني يعني من الأحياء، لكن نحن الجيل اللي بعدنا بعد 200 سنة، خذيها مني أنا وهذه سجلوها للجيل إن شاء الله اللي حيجي بعد 200 سنة، سيرون الزواج مثل ملك اليمين، وسيسبون الزواج كما يسبون اليوم ملكات اليمين، وكما يسبون اليوم الجارية، يعتبرون كلمة جارية مسبة، سيعتبرون كلمة زواج مسبة بعد 200 سنة و300 سنة. أصلا مش بعد 200 ولا 300، أتوقع بعد فترة قليلة، وبعض البلدان ترى ذلك بالفعل. فبالتالي باختصار شديد يعني هو مجرد تلاعب في المصطلح. لكن لو جيلي ملك اليمين في مقام الزوجة في الإسلام حلال، تعيش مع الرجل في بيته، تنجب له الأولاد وهي أم الأولاد، ويخرج من بيته ويقول هذه امرأتي، هذه حلالي، والناس عارفين أن هذا حلالة، والأمر عادي جدا ولا يوجد فيه أي نوع من العيب إطلاقا. ما فيش ولا صحابي ولا نبي كانت عنده ملكة يمين وكان يخفيها، ما فيش، كلهم كانوا يظهرونها عادي جدا، والمجتمع يرى ذلك ولا يعترضون على هذا مطلقا. إنما بعض التلاحيد الذين أصلا بحكم نظرية التطور اللي مأثرة فيهم الشمبانزي وغيرها يفهمون هذا الكلام وفق يعني مفهومهم المعكوس. ولو سألتي ذات هذا الملحد هل ترى مانعا من ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، أتحدى ملحد واحد يقول لك أرى مانعا. أسأل الملاحدة إذا أخ وأخت راضيان مع بعضهما ومارسا الجنس هل ترى مانعا، أتحدى ملحد يقول أرى مانعا. اسألي أي ملحد هل ترى مانعا أن امرأة تمارس الجنس مع 5 رجال برضاها وبرضاهم، أتحدى ملحد يقول لك أرى مانعا. ما عندهمش الملاحدة بالذات ما عندهمش ضوابط جنسية بالذات. وهذا الكلام طبعا يعني عندي حوارات عليه، مش مجرد كلام إنشاء، لا عندي حوارات. أنا مستمعة جيدة لحواراتك كلها يا شيخ. بس هذه تمينا على موضوع يعني ملك يمين زوجة ولا مش زوجة وكذا، واضحة هذه بالنسبة لك صح؟ نعم. تعالي الآن للمعاملة. بعض الناس لما يسمع ملك يمين وكذا يظن إن إيش يعني حتمسكها ومعذبها 24 ساعة وتجلد فيها 24 ساعة. هم فاهمين هكذا. لا يقرأ. نعم. لا ما عندي مثل هاي الفكرة. لا مش أنت، هم الناس، بعض الناس يظنون إن ملك اليمين مجرد اغتصاب، إجبار، تعذيب. طبعا هذا الكلام لن تجدي له وجودا لا في القرآن ولا في السنة. تعالي شوفي التعامل مع ملكة اليمين اللي هي في مقام الزوجة في مقام الزوجة في الإسلام. شوفي مثلا يقول الله عز وجل في سورة النساء الآية 36، يقول الله عز وجل
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أوصى بالإحسان إليهن. طيب، آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، تتصوري ما هي آخر الكلمات التي قالها؟ استوصوا بالنساء خيرا. هي هذه من ضمن هذه في حجة الوداع قالها، لكن على فراش الموت صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. طيب، لو واحد عنده مثلا ملكة يمين اللي هي في مقام الزوجة ومعاه في البيت وكذا، ضربها على وجهها، صفعها، يكمل حياته عادي؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم: من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه. يلا، لم تعد ملكة يمين عندك، انتهى، مش انت لطمتها، لم تعد ملكة يمين عندك. هذا اللي بيصوروه لك اغتصاب وتعذيب وضرب، يقول لك اللطمة بس. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللطمة الواحدة تجعل هذه المرأة ليست ملكة يمين عندك، انتهى الأمر خلاص. لذلك وقع هذا الأمر مع الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب، في لحظة غضب لطم ملكة يمينه، لطمها، فتذكر هذا الحديث، فأتى بعود صغير هكذا من الأرض ومسكه، عود شجرة بسيطة صغير، قال: عتقتها وما لي من الأجر كمقدار هذا. ما حصلتش أجر. ليش؟ لأنك لطمتها. فهذه كفارة لذنبك مش أجر، هذه أنت بس الآن كفارة لذنبك لأنك لطمتها على وجهها، لطمتها على وجهها فقط. هذا الحديث في صحيح مسلم. طيب، هل ملك اليمين هي نفسها السبية صح؟ مش شرط. السبية هي الأسيرة في الحرب، لكن نظام ملك اليمين عند غير المسلمين مش عند المسلمين. عند غير المسلمين كانوا يؤخذون عن طريق الخطف، عن طريق الدية، عن طريق ان واحد قتل واحد ياخذ بدل يخطف اخته وكذا، يعني بعدة وسائل. بس نعم. هي بشكل عام نعم، السبية وملكة اليمين يعني في نفس يعني مجرد اشتراك لفظي، طب او عفوا يا عفوا شيخ، لا، ليس اشتراك لفظي لكن كمعنى واحد بشكل عام يعني. عفوا يا شيخ، ذكرت انه اذا لطمها، إذا انت ذكرت ذكرتي، لفظة. معلش عفوا، انت ذكرتي نقطة مهمة جدا جدا اريد ان ارد عليها. تمام، انت قلتي ماذا؟ قلتي يدخل الى بيتي ويقتل ابي ويقتل اخي، صح؟ قلت هكذا، وزوجي وكذا، نعم صح. ويأخذوني انا سبية، صح؟ صح. طيب، ممكن تعطيني آية قرآنية او حديث صحيح واحد يقول ادخلوا على البيوت واقتلوا الآباء والأمهات وخذوا النساء سبايا؟ تقدر تعطيني آية أو حديث هكذا؟ لا عفوا شيخ، يمكن خان التعبير، بس أقصد يعني مثلا يصير حرب، ونتيجة هذه الحرب النساء هم المأخوذات، فالنتيجة إيش؟ هم أي داخلين على نساء؟ بلدي. عفوا، أي نساء؟ النساء اللي موجودين. لا، النساء المحاربات التي شاركنا في الحرب. يعني تاريخيا آه، مثلا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حين فتح مصر هل سبى امرأة مصرية واحدة؟ لا. لماذا؟ لأنه مو مشاركين بالحرب. بالضبط. فبالتالي أصلا صراحة أول مرة أعرف. لأن أنت ترجعي من الناحية اللغوية، ما معنى السبي في اللغة؟ السبيل اللي هو يعني بعد ما تنتهي الحرب، إن النساء تتعامل معاملة إنه غنيمة يعني. لا، السبي التعريف اللغوي لكلمة سبي، ابحثي الآن سريع، معك هاتف آخر الآن؟ إيه نعم. ابحثي جوجل هكذا سريع، اكتبي معنى سبي وشوفي في البحث ماذا يطلع لك. عفوا بس دقيقة. معنى السبيل.
السبي هو الأسر وأخذ النساء والأطفال قهرا خلال الحروب، ويقصد بالسبي المرأة المأسورة. أوكي. ده أي معجم هذا؟ هو كتبت على جوجل نفس ما قلت لي. يلا خلينا نكتب معاك هنا، عفوا. فتحتيها من شات جي بي تي؟ لا جوجل، إذا تحب أفتح لك كاميرا. هو أول ما تفتحي فوق جوجل على طول يطلع لك في البداية، تقصدي هذا صح اللي طالع لك؟ أي نعم. هذا اللي طالع لك صح، المقدمة هذه اللي فيها على هذه. أي بالضبط، هذه نفسها. ايوه هذا شات جي بي تي اصلا. لا انا اريد أصلاً. المعجم، مش شات جي بي تي، انا اريد المعجم العربي. المعجم العربي، تمام. معجم المعاني مثلا على سبيل المثال. تمام. معجم المعاني، معجم المعاني ماذا يقول؟ يقول السبي المأسور، السبي الأسر في الحرب. هذا معجم المعاني. نعم. تمام. طيب ما ليش علاقة بشات جي بي تي، يعني أنا أقول لك المعاجم العربية هي المعتمدة. نعم. الآن المعاجم العربية مثل معجم المعاني ولسان العرب وغيرها من المعاجم العربية، مختار الصحاح، بالحرف هكذا يقولون السبي الأسر في الحرب. تمام. طيب الأسر في الحرب يعني الأسير هذا يؤخذ في الحرب، يعني ليس من بيته إنما من حرب. نعم. شارك في حرب، في قتال. طيب خليني أمشي معك لأبعد. واحدة مثلا وقعت في السبي، تمام، وقعت في السبي، كيف يتم التعامل معها؟ أنت لفكرتك يلا تعالي بسرعة ادخلي إلى واحدة من بيوت المسلمين ويغتصبها صح؟ هذه الفكرة اللي لا 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 مو هذه الفكرة. الفكرة إنه تكون أسيرة حرب، بس ما يعني مو يعني عفوا، بس ما أشوف إنه شيء يعني كختام الأديان إنه يتصرح إنه يتعامل مع ملك اليمين. كيف يتم التعامل؟ عفوا بس كيف يتم التعامل؟ خلاص يتعامل معاها إنه أسيرة، يا أما يفتدوها بمال وترجع، يا أما هي مثلا يكون تعلم أحد وتطلع، بس إنه تكون في بيت أحد. وهي لما ذكرت أنت يعتقها، لفظة يعتق يعني هذه ما تطلق على الزوجة. يعني مثلا فرضنا هي لا تريد أن تكون ملكة يمين عند هذا الرجل وتعيش معه وتنجب له أولاد، لا تريد ذلك صح؟ لا تريد. نعم. لها ذلك أن تحرر نفسها في الإسلام. كيف تحرر نفسها وهي أسيرة؟ تحرر نفسها حتى لو كانت أسيرة في الإسلام عندنا هي تحرر نفسها. افتحي سورة النور، يقول الله عز وجل في سورة النور فكاتبوا عن ملكات اليمين، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. تمام. هذه آية في سورة النور. أول مرة تسمعيها ولا سمعتيها من قبل؟ لا، أول مرة. أول مرة. تمام. تعالي نشوف تطبيق واقعي لهذه الآية. نعم. في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها غزوة بني المصطلق. بالمناسبة كلمة غزوة مش معناها يعني شرط الهجوم على ناس في مكان وكذا. الغزوة في اللغة العربية الخروج لمحاربة العدو، ممكن تكون حتى في مدينتك أنت واسمها غزوة، زي غزوة الأحزاب. وأين كانت غزوة الأحزاب؟ كانت في المدينة المنورة أصلا، على مشارف المدينة المنورة، واسمها غزوة، مش معناه أن احنا الهاجمين وكذا. المهم هذه غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، حرب يعني بدأت بين المسلمين وبين قبيلة عربية اسمها قبيلة بني المصطلق. كويس. انتصر المسلمون في هذه الغزوة، ووقعت في السبي امرأة اسمها جويرية. تمام. جويرية وقعت في السبي، و يعني سألت قائد المسلمين آنذاك، أو أحد المسلمين سألت أحد الصحابة يعني عن كيفية تحرير نفسها. ما تريد أن تكون ملكة يمين، لا تريد أن تصبح ملكة يمين، فأرادت أن تحرر نفسها. فماذا قالوا لها؟ قالوا لها اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبي نفسك. لاحظة، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبي نفسك. ما معنى كاتبي نفسك؟ كاتبي نفسك هو عقد يبرم بين قائد المسلمين وبين هذه السبية أو رجل كانت، سواء كان رجلا أو امرأة، عقد يبرم مقابل تحريره ومقابل أن يدفع
قليلا من المال حتى لو ما استطاع أن يدفعه المال في حينها، هنالك يعني عقد بينهما يدفعه حين يكون عنده، أو يعينه أحد المسلمين بدفع هذا المال، لأن تكملة الآية ماذا تقول؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني يجي واحد من المسلمين ويساعد هذه ملكة المرأة السبية، هذه الرجل أو امرأة، يساعده بالمال، لأن الآية تقول في سورة النور وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وعندنا من الذين يعطون من الزكاة كم صنف الذين يعطون من الزكاة؟ 8، من بينهم المرأة السبية أو الرجل الذي وقع في السبي. تمام؟ نعم. فهمتي هذه؟ أي نعم. يعني شوف القرآن مش يقول لك بس حرر، يقول لك أعنه بالمال إن كان محتاجا إلى ذلك. وبإمكانك أن تفتح تفاسير العلماء لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. تمام؟ تخليني أقرأ لك بعض التفاسير إن كنت تريدين. عفوا. نعم. طيب مثلا يقول تفسير الطبري يقول عن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال الربع من مكاتبته، يعني تساعد في ربع المبلغ. من يساعد هذا الشخص السبي هذه أو السبي، يساعده يعني بربع المبلغ. يعني الشخص اللي مالكه هو يساعده. لا مش اللي مالك، المسلمين بصفة عامة. نعم نعم نعم. وحتى ممكن عادي، حتى ممكن المسؤول والقائد المسلمين يساعده في هذا الشيء، لكن نعم المسلمين نعم. بصفة عامة. تمام. طيب مثلا في تفسير الطبري أيضا يقول عن حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال آتيهم مما في يديك. أنت عندك فلوس في يديك أعطيه لتعينه على التحرير. نعم. هذا تفسير الطبري بس اختصار هكذا بشكل مختصر. طيب وين وصلنا؟ في قصة جويرية. نعم. فجويرية ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه المكاتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على المكاتبة، لأن من حقها أن تكاتب نفسها، لكن أعطاها عرضا آخر. قال لها أولك خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال لها أعتقك ثم أتزوجك. فقالت قبلت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وكانت في تلك المعركة هنالك مجموعة كبيرة من السبايا من بني المصطلق، فحين سمعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، قال الصحابة رضي الله عنهم أأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا؟ فأعتقوهم جميعا، كل من كان في السبي في ذلك الوقت تم عتقه مباشرة. فقالت السيدة عائشة كلمتها الشهيرة، قالت ما رأيت امرأة بركة على قومها كجويرية، فبزواجها أعتقت قومها. يعني هذه قصة مثال واقع مشهورة، هذه القصة في السيرة النبوية، مثال لتطبيق هذه الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طبعا إن علمتم فيهم خيرا يعني إن كانت عندهم المقدرة أو عندهم المال ليحرروا أنفسهم أو يكاتبوا أنفسهم. طيب إذا ما عندهمش مال، تكملة الآية تقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. إذن اللي فهمته من السؤال هذا ملك اليمين هي مو شرط إنه يعني تقدر تعتق نفسها، مو شرط تظل عند مملوكها، أي وقت تقدر تعتق نفسها، ومو مجبرة إنه هي تكون يعني زوجة للشخص اللي مالكها. صح؟ عفوا الكلمة الأخيرة ما سمعت. ماذا؟ مو مجبرة هي تكون زوجة للشخص اللي مالكها. صح؟ مش مجبرة تكون ملكة يمين إطلاقا. إذا أرادت أن تحرر نفسها فوسائل التحرير كثيرة جدا. إن أرادت أن لا تكون ملكة يمين لها وسائل يعني تحرير كثيرة جدا. أنا ضربت لك مثالا الآن. نعم. بجويرية بنت الحارث ذهبت، تخيل أنت، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطالب بالمكاتبة. يعني مدام عندها هذه الجرأة أن تقابل قائد المسلمين وتطلب منه المكاتبة، كيف تكون مجبرة؟ نعم. صح ولا لا؟ صح. أي نعم. صحيح. تعبتك شيخ، آسفة. لا يوجد مشكلة. طيب
مجال سؤال ثاني، ولا تحب أرجع ببث ثاني أعطي مجال لغيري؟ لا أنا أول شيء أنا أسعى أنك ترجعي للإسلام إن شاء الله، فبالتالي نعم. لابد أن نحل كل الإشكالات لكي ترجع إن شاء الله تعالى. وأنا عندي أسئلة كثير صراحة لدرجة إنه كاتبتهم بورقة، فيعني الأساسيات نعم. التي تمنعك من اعتناق الإسلام، وبعدين في طيب. حوارات أخرى نكمل، بس المهم الأشياء الأساسية اللي تمنعك، لكن لازم بإذن الله تعالى يعني نحل جميع الإشكالات لتعودي، أفضل من أن تنامي على الكفر. هذا مهم جدا. الإخوة اللي يقول لك خلاص يا شيخ وكذا، لا يا إخواننا، هي ما دام اقتنعت إذا معناته الأخت فيها خير. هي الأخت قاعدة على الكفر الآن، شو اللي كفاية؟ ما بيكم أنتم. أنا لو خليت البث هذا كله على اتصال واحد في أمل أن يعود الإسلام ويرجع ويتوب، خيرا من أن أخذ مليون اتصال. تفضل. طيب. بالضبط يا شيخ، عفوا. فاتركوا البث للشيخ يا أخوة، يعني الشيخ هو اللي بيقرر. جزاكم الله خيرا. إنه والله بس انحرجت لأنه بالتعليقات قاعد يكتبون خلص فقلت يمكن قاعد آخذ مجال غيري. دعك من التعليقات. طيب. الكفر والإيمان شيء خطير، ما تهمنا التعليقات في مثل هذا الأمر. طيب سؤال. في آية تقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. من اللي عرفته أو اللي قرأته إنه هذه الآية إن النبي يعني ما صارت هذه الحادثة، يعني ما يعني النبي ما تزوج واحدة من غير مهر، صح؟ نعم، هي أول شيء امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. نعم. المقصود يعني بها المقصود من غير مهر. نعم، المرأة التي يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بغير مهر، فالمقصود نعم. بالهبة هنا الزواج بلا مهر. نعم. تمام. هذا قرأته. نعم، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بلا مهر، كما قال ابن عباس في تفسير القرطبي رواية عن ابن عباس يقول: لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة قط، يعني لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تزوجها بغير مهر. طيب بما أنه هذه الآية يعني ما صار، يعني النبي ما صار عنده هذه الحادثة، ليش نزلت هذه الآية؟ يعني ليش انذكرت؟ يعني شنو السبب؟ نعم، لبيان أن الإسقاط المهر هنا، لأن شوفي هو لماذا المرأة من حقها المهر؟ لماذا؟ نعم. حق المرأة في المهر للحفاظ على حقها، لمعرفة جدية هذا الرجل في الزواج، ولضمان حق تلك الفتاة بهذا المهر الذي يدفع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه هذا الشيء، لأنه سيحفظ حق المرأة سواء بمهر أو غير مهر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج، يعني زواج بعقد المرأة الجونية لو تعرفيها، هذه المرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يدخل بها. فحين قالت له، كانت حيلة من بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لتلك الفتاة الجونية هذه: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك فإنه يحب هذه الكلمة. طبعا هي كانت امرأة حديثة عهد، ما تعرفش المصطلحات الإسلامية وما تعرفش أن كلمة أعوذ بالله منك هذه كلمة كبيرة وكذا. فالمهم لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين اقترب منها ليضع يده على كتفها، فقالت له أعوذ بالله منك، هي ظنت أن هي كلمة جيدة هذه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم، اذهبي إلى أهلك أو الحقي بأهلك. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما طلقها ماذا فعل؟ أعطاها مهرها كاملا، وأرسل معها الهدايا، وأرسل من يوصلها إلى بيت أهلها معززة مكرمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج حد يقول له هات مهر عشان تحفظ لي حق زوجتي، هو حتى لو طلقها يعطيها حقها كاملا بدون طلب. فالآية تبين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المهر، وأن إعطاء المهر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا أساسيا وضروريا، لأنه لا يحتاج ذلك، فهو سيعطيك أضعاف مضاعفة من المهر وسيعطيك حقك ويحفظ حقك. إنما هذا لعوام المسلمين إعطاء المهر، لأن ليس كل أحد مضمون، يعني ما مش مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يخدعها، ممكن يكذب عليها، ممكن كذا. فهمتي كيف؟ بس عفوا هذه الآية هي بس خاصة للنبي، صح؟
قلت لك الآية تبين يعني عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حتى لو لم يعطى مهرا فيحفظ حق تلك الفتاة، فهو تشريع ترغيبي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن فعلت ذلك افعل، وإن لم تفعل لا تفعل، ليس على سبيل الفرض. لذلك الآية قالت إن أراد النبي، قالت إن أراد، ما قالتش يعني يفعل هذا الأمر أو ضرورة يفعل هذا الأمر. نعم. طيب سؤال، في سورة، خليني بس حتى ما أقولها غلط، ها؟ خليني بس حتى ما أقرأها خطأ. أوكي. لا، هذه تقول إنه سورة الأنبياء آية تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام. طيب، ومذكور مذكور إنه خلق في آية ثانية مذكور خلق الجن والشياطين من مارج من نار. طيب كيف؟ طيب أولا لازم تعرفي شيء. نعم. الأمر هنا يعود إلى اللغة العربية. أشكر أخي عبد الله. نعم. كلمة كل شيء في اللغة العربية لا تعني بالضرورة العموم، بل قد تأتي عموم يراد بها خصوص. عموم يراد بها خصوص. دعني أعطيك مثالين، آية قرآنية وحديث نبوي. تمام؟ الآية القرآنية افتحي معايا مثلا، افتحي معايا سورة الأحقاف الآية 25 مثلا. ماذا تقول الآية؟ الآية تقول تدمر كل شيء بأمر ربها، صح؟ نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها، صح؟ نعم صح. هل دمرت كل شيء؟ لا. المساكن لم تدمر، لأن تكملة الآية تقول فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا كلمة كل شيء هنا لما شملت كل شيء، إنما عموم يراد بها خصوص. ما شملت المساكن، نفس الآية تقول هكذا، ما شملت المساكن. فكلمة كل شيء ليست بالضرورة كل شيء على العموم، إنما عموم يراد بها خصوص. زي ما أنا أقول مثلا أنا أحب الناس، هل معنى أحب الناس هنا يعني كل إنسان على وجه الأرض؟ قطعا ولا شك لا، هذا عموم يراد به خصوص. فهمت علي؟ يعني مثلا جزاك الله خيرا يا أخي عبد الله، مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول كل راح من الحديث، لا إله إلا الله. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ركزي على كلمة إيش؟ كل هنا، كل بدعة. نعم. طيب باتفاق علماء المسلمين تمام على وجه الأرض، هل كل بدعة هنا المقصود بها البدع الدينية وغير الدينية؟ سيقولون لك نعم، سيقولون لك لا، سيقولون لك لا. لما الحديث يقول كل بدعة ضلالة، هل هذا عموم للبدع الدينية وغير الدينية؟ الإجابة لا، وإنما المقصود هنا بالبدع الدينية. نعم. جزاك الله خيرا يا أخي عبد الله. عبد الرحمن شيخنا عفوا عبد الرحمن بارك الله فيك. خليني أعيد لك المثال إن ممكن تكوني ما سمعتش. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تمام؟ كل بدعة هنا، هل كلمة كل بدعة ما معنى بدعة؟ الأمر المستحدث. الأمر المستحدث يعني أنا هذا الهاتف هذا مستحدث ولا لا؟ أكيد مستحدث، لكن باتفاق أهل العلم لا يدخل ضمن الحديث القائل كل بدعة ضلالة. ليش؟ لأن الحديث يقصد البدع الدينية، البدع الداخلة في الدين. ابتدعت شيئا في الصلاة، ابتدعت شيئا في الصيام، ابتدعت شيئا مولد نبوي كذا، هذه الأشياء الدينية. أما الهاتف، الملابس، اللابتوب، الكتب كذا، يعني هذه لا تدخل ضمن الحديث. المهم القصد إن الحديث هنا استخدم كلمة كل ولا يعني بها العموم، إنما يعني بها عموم يراد بها خصوص.
فكذلك الآية القرآنية لما تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذن هذا عموم الخلق الماء سبب وجودهم. تمام؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي سبب وجودهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن الآية أصلا لم تتكلم عن بداية الإنسان. هي الآية ما قالت إن كل المخلوقات بدايتها ماء، ما قالت هكذا الآية، إنما الآية قالت وجعلنا من الماء كل شيء حي المخلوقات. نعم. من أدراك أن الجن ليس الماء ليس سببا في وجوده في الحياة؟ ما من مخلوق إلا والماء سبب وجوده في الحياة وسبب استمراريته في الحياة. فالآية ما تتكلم عن أن الماء سبب الوجود، ليس شرطا هذا، إنما تتكلم أن الآية ما تتكلم أن الماء هو بداية خلق كل المخلوقات. لا، الملائكة خلقت من نور، الجن خلق من نار، لكن الآية تتكلم أن الماء سبب في وجود الكائنات الحية، بمعنى سبب في بقائهن. فمن ما عندك دليل يمنع أن الجن من أسباب استمراريته في الحياة الماء. أساسا يعني ورد في الحديث أن عرش إبليس كان على الماء، عرش إبليس كان على الماء، وإبليس هو من الجن أصلا. فالماء سبب يعني في استمرارية حياة الجن وكل المخلوقات، مش بس الجن. نعم. فهمتي؟ وصلت لك الفكرة ولا لا؟ نعم. طيب، في سؤال. سورة الحجر، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كلمة ربما. طب ربما يود الذين كفروا، كيف ربما يعني تستخدم للتشكيك. طب كيف يعني هو قرآن، يعني كيف تشكيك؟ طيب، أولا كلمة ربما في اللغة العربية قد تأتي بمعنى تأكيد الشيء. كلمة ربما في اللغة العربية قد تأتي بمعنى تأكيد الشيء. هي في العموم تستخدم للاحتمال، ولكن تأتي بمعنى التأكيد، وسأعطيك دليلا على ذلك. تمام؟ سأعطيك رواية عن ذلك، رواية عن السيدة عائشة. شوفي ماذا تقول. تقول السيدة عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما، ركزي على الكلمة هنا، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. الشاهد من الحديث ماذا قالت السيدة عائشة هنا؟ قالت وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، بعد ذلك قالت إيش؟ فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة غير خديجة أو إلا خديجة. الآن السيدة عائشة استخدمت ربما في السياق هنا للتأكيد أم للتشكيك؟ هذا الكلام للتأكيد. للتأكيد. إذن كلمة ربما في اللغة العربية قد تأتي للتأكيد. تمام؟ ثم في أمر آخر لازم تنتبهي له، أن الكلمات التي تأتي من الخلق أو التي تصدر من الخلق غير الكلمات التي تصدر من الخالق سبحانه وتعالى. يعني مثلا الخلق لما يقولون عسى أن أفعل ذلك، يعني أتمنى أن أفعل ذلك، لكن هذه الكلمة إذا جاءت من الخالق عز وجل وقال عسى ربكم مثلا، إذن هنا للتأكيد، لأن الخالق في إصدار الكلمات لا يقارن بالخلق حين تصدر منهم كلمات. لأن لما نقول إن ربما حين تصدر من مخلوق غير ربما لما تصدر من الخالق سبحانه وتعالى، لأن الخالق ليس كمثله شيء، هذا ما نبه عليه القرآن الكريم، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأقوال، حتى في أقواله ليس كمثله شيء. نعم.
تمام؟ إيه. وضحت ولا لا؟ اي نعم. طيب، في سؤال بس أخي. طبعا الإخوة اللي يقولوا بدون تشديد، هي في قراءتين، في ربما وفي ربما، يعني توضيح بس. واثنينهم نفس المعنى صح؟ أي، وهي تأتي بمعنى، يعني لا، ربما تأتي بمعنى للكثير، للتأكيد، يعني كثير من الذين كفروا سيتمنون أن يكونوا من المسلمين. تمام. طيب، آية ثانية من سورة النحل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. لا تسألن. عفوا. فهذه الآية موضح، يعني ما أعرف اللي فهمته من الآية إنه الإله يخلق البشر وبعدين هو يقدر يخلي أحد إنه هو يعني مهتدي أو غير مهتدي، وبعدين يسأله إنه أنت ليش يعني ما كنت مهتدي. طيب كيف؟ معلش عيدي لي الاعتراض لو سمحتي. السورة راح أرجع. يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تسألن تمام. عما كنتم تعملون. نعم. أي. وين الله سبحانه يقول والله لجعلكم أمة واحدة، إنه لو شاء، إنه يعني هذه معناها إنه هي بأمر الإله، إنه لو يريد الكل مسلمين يخلي الكل مسلمين، أو يريد ناس مسلمين أو ناس مو نعم مسلمين. صحيح، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس كلهم على أمة الإسلام، ولكن هل يكونوا أحرار بذلك؟ يعني هو الإله هو اللي يخلق فهو المسؤول، صح؟ ركزي جيدا. لو نعم. أن الله عز وجل جعل الناس كلهم على أمة الإسلام، هل كل الناس يريدون الإسلام؟ لا، في ناس لا يريدون الإسلام، يكرهون. في ناس مثلا يريدون شرب الخمر، الزنا، الشذوذ وكذا وغيرها، بدون ما يتأنب ضميرهم، مثلا يقول لك لا أريد الإسلام. فمش كل الخلق يريدون الإسلام. لو جعلهم الله جميعا مسلمين، هكذا أكرههم ولا أعطاهم حرية الاختيار؟ لا، أكرههم. أين إذن الإرادة الحرة للإنسان؟ فالآية تبين أن للإنسان إرادة حرة، ولو أراد الله عز وجل أن يجبره لفعل ذلك، لكن لم يفعل، لأن هذا يتنافى مع الإرادة الحرة للإنسان. طيب. فهمتي ولا لا يا أستاذ؟ أي نعم. بس تفضلي. لأنه يعني في مكان ثاني آيات تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني هي بالأخير هذه يعني هاي الأشياء مسؤول عليها لأنه الله لا، هو لا، ليس هنا. شوفي، أولا القرآن الكريم أثبت للإنسان مشيئة، أثبت للإنسان مشيئة. يقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أثبت للإنسان مشيئة، هذه اتفقنا عليها صح؟ سألت عنها صح. تمام، يعني للإنسان مشيئة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن للإنسان مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان تحت إرادة الله عز وجل الكونية، تحت إرادة الله عز وجل الكونية. لأن لو قلنا أن مشيئة الإنسان ليس تحت إرادة الله الكونية، تعرف هذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الإله ليس عنده سلطة على كونه، ليس عنده سلطة على كونه. لكن لما نقول أن مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله عز وجل، لا يعني ذلك أنه مجبر على الفعل، لا يعني ذلك أنه مجبر على الفعل، لكن تحت مشيئة الله أي أن الله عز وجل يعلم ما سيقوم به ومقدر لذلك، ليس على سبيل الإجبار. يعني سأعطيك مثالا توضيحيا. تمام؟ يعني مثلا، ولله المثل الأعلى، هو المثال لتقريب الصورة وليس للحقيقة، يعني التطابق التام، ولكن لتقريب الصورة. لما أنا أكون مثلا مدير شركة، تمام، ووضع كاميرات في كل مكان، وأمرت الموظفين أن يعني يأخذوا راحتهم في المكان، تمام، يخرجوا من المكتب، من هذه الغرفة أو من هذا المكتب ويدخلون إليه وكذا، أعطيتهم الإذن في ذلك، كويس، وأنا مراقبهم وعارف حركاتهم كلها عن طريق الكاميرات المراقبة مثلا وكذا.
فتحرك هذا الموظف من مكتب إلى مكتب، ذهب إلى الحمام، ذهب إلى المطبخ، عاد إلى غرفته، فعل ذلك، لكن تحت مراقبة إيش؟ كاميرات المراقبة، وعلى علم من مدير الشركة نفسه. تمام؟ نعم. هل هنا الموظف عنده مشيئة أن يتحرك كيفما يشاء ولا لا؟ عنده مشيئة، نعم. ولكن مشيئته هذه تحت سلطة مدير الشركة لعلمه بتحركاته الكاملة، وأعطاه الإذن بذلك، أعطاه الإذن أن يفعل، أن يتحرك هذه الحركة. فلله المثل الأعلى. مشيئة الله فوق مشيئة الإنسان ليس معنى ذلك الإجبار، ولكن أن ليس للإنسان تصرف كامل في الكون، فطبيعي الإله أن يكون له التصرف الكامل في الكون، وإلا هذا يتنافى مع ربوبيته. لكن برضو للإنسان مشيئة خاصة، لكن هذه المشيئة مش معناها الباب مفتوح على مصراعيه، لكن تبقى تحت مشيئة الخالق عز وجل. لأن لو فصلنا مشيئة الإنسان وقلنا أن للإنسان مشيئة خارج مشيئة الخالق، إذا قلنا أن الخالق هكذا ليس له سلطة على كونه، وهذا بنفسه ينافي الربوبية والألوهية. في رب، ما معنى كلمة رب؟ كلمة رب يعني المسيطر والذي له السلطة على كامل الكون والخلق، صح ولا لا؟ صحيح. فلما أنا أقول لا، أنا عندي مشيئة ليست تحت مشيئة الخالق، إذا نفيت عنه الربوبية هكذا، نفيت عنه الربوبية هكذا. لكن معنى الكلام أن للإنسان مشيئة، له المشيئة، يعني له إرادة حرة في الإيمان وفي الكفر، ولكن تحت هذا كله تحت يعني علم الإله سبحانه وتعالى، وتحت تقدير الإله عز وجل، لكن لم يجبره على هذا الأمر. لأن نحن عندنا فرقة مبتدعة ظهرت في التاريخ اسمها الفرقة الجبرية والفرقة القدرية. هذه الفرقة تعد عند أهل السنة والجماعة فرق مبتدعة. لماذا؟ لأنهم يرون أن الخالق يجبر الخلق على الأفعال، ونحن لا نقول بذلك. وكون أننا تحت مشيئة الخالق عز وجل، إنما هذه سلطة إلهية على الكون بشكل عام، لكن نحن لدينا إرادة خاصة بنا، لكنها تحت مشيئة الخالق المسيطر على هذا الكون كله. هذا أمر بديهي في الألوهية والربوبية أصلا. ما فيش واحد مؤمن برب وخالق يقول لك الرب ليس له سلطة أو سيطر على خلقه وكونه، لكن مش معنى ذلك أنه يجبرك على الفعل. لما أنا كما ضربت لك المثال قبل قليل، مدير الشركة، يعني الموظفين في الشركة عندهم الحرية المطلقة في التنقل بين مكتب ومكتب، يذهبون إلى الحمام، لكن كل هذا تحت أنظار مدير الشركة، ولله المثل الأعلى. يعني كل هذا تحت نظره. فهمت الفكرة كيف؟ نعم. يعني اقتنعت بها أم لا؟ إذا كان غير مقتنع تمام. لا تمام. يعني قاعدة أسأل كل أسئلة صراحة، يعني جواب مقنع للأمانة، وأشياء كثيرة أنا كنت ماخذ عنها فكرة خطأ أو وضحتها لي، ويعني يعني تمام فاهمة الموضوع. الحمد لله. سؤال، ثواني بس حتى أطلع الآية ما أقول غلط. تمام. سؤال، آية سورة طه تقول الرحمن على العرش استوى. تمام. في آية ثانية من سورة الحاقة تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. تمام. الإله مفروض أنه هو يعني غير محدود، فكيف عرش وبعدين 8 فقط من الملائكة يحملون عرش؟ يعني يعني مجرد 8 ملائكة يحملون عرش اللي يعني المفروض أنه يستوي عليه الإله، فتحس يعني شيء صغير. بنتي هنا ارتكبت مغالطة عانى منها أهل البدع منذ أن يعني نشأوا. نعم. المغالطة هذه هي تحكيم عقلك على الغيبيات، وهذا أمر خطير جدا. أنك تريدين إقحام عقلك في المسائل الغيبية، هذا أمر محال. ما معنى غيبية؟ الغيبية هي الأشياء الغائبة عن بصرنا وأنظارنا، فبالتالي نحن غير مدركين لها ما دامت غائبة عن أنظارنا. المغالطة يا أستاذة أن كثيرا من الناس، أو تحديدا يعني التلاحيد مثلا وهؤلاء، دائما يريدون تحميل العقل
فوق طاقته، تحميل العقل فوق طاقته. وفي الواقع العقل كسائر أعضاء الإنسان هو له حدود معينة لا تتجاوز هذه الحدود ولا تكلفه فوق طاقته. العقل زي باقي أعضاء الإنسان له حدود ويقف. يعني على سبيل المثال أنا يعني حضرتك برجليك مثلا تستطيعين الحركة إنك تمشي على رجليك مثلا نقول 500 متر. نعم. تستطيعين؟ صح ولا لا؟ تستطيعين ولا لا؟ لا صراحة هواي 500 خلينا متر. ناخذ مثلا على ماشي 500 متر كذا، خلينا ناخذ مثلا 50 متر. نعم. تستطيعين صح ولا لا؟ نعم. طيب لو قلت لك بنفس هذه الأرجل هل تستطيعين الذهاب 1000 كيلو؟ لا طبعا. لا طبعا، مع أن نفس الرجل هي، صح ولا لا؟ نعم. لماذا؟ ما الذي اختلف؟ الذي اختلف أن الرجل هذه كلفتيها فوق طاقتها صح. فلا تستطيع، لا تستطيع تحتمل هكذا. نفس الأمر مع العقل. العقل بطبيعته لا يدرك إلا ما يراه. العقل لا يدرك إلا ما يراه. يعني أنا لو فرضنا أنك أنت الآن تعيشين قبل 500 سنة، خلينا نحن نفترض الآن نحن موجودين قبل 500 سنة، وجئتك وقلت لك يا أستاذة في هواتف، في تيك توك، في بث مباشر، في جستات، في أسد يجي مثلا على الشاشة، نمر يطلع على الشاشة، ورود ترسل على الشاشة، في مثلا تحقيق أهداف، مشاركات، تكبيس، تليفون، فايبر، واتس، تليجرام، انستغرام، كذا كذا، وشرحت كل هذه الأمور. وفي ذكاء اصطناعي يتكلم باسمك وأنت لم تتكلمي هذه الكلمة، يتلفظ بهذا اللفظ وأنت لم تتلفظينه، يجعلك تفعلين هذا الفعل وأنت لم تفعليه. شوفي نحن قبل 500 سنة بنفس عقلك هذا، أتستوعبين كل هذا؟ لا. لن تستوعبي. لماذا؟ لأنك لم تدركي ذلك بعينك، لم ترى هذا بعينك. لو قلت لك قبل يعني 500 سنة سيارات وطيارات وحديد كهربائي ينقلك من بلاد إلى بلاد، البلاد اللي انت زمان كانوا في السفر يعني يقضوا تقريبا 3 أشهر في الطريق، أقول لك انت تقضينه في ساعتين. مستحيل تصدقي، مستحيل. لماذا؟ لأنك لا تدركين هذا، لم تري ذلك بعينك. فأنت لا يمكن ليش مدرك أنت لهذه الأمور الآن؟ شات جي بي تي، ذكاء اصطناعي، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، فايبر، واتس، مدركة لهذه الأمور والبث المباشر والجستات لأنه عصرتها. بالضبط، عصرتها ورأيتيها بعينك. صح، صحيح. وهذه في الواقع أشياء يعني تعد من صناعة المخلوقين، ومع ذلك لم نستوعبها بعقولنا حتى رأيناها. فكيف تريدين أن تعرفي ماهية العرش وكيفية حمل الملائكة للعرش وهو موضوع غيبي من صنع الخالق عز وجل؟ أضف إلى ذلك أن العرش أصلا باتفاق المسلمين أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى. أنت تظنين العرش يعني زي سقف بيتكم مثلا ولا كذا؟ هذا أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى، وماهية ذلك لا نعرفه لأننا لم نرى ذلك بعيننا. طيب ليش نحن آمنا بهذا؟ لماذا آمنا بذلك؟ آمنا بذلك من خلال أمرين. نعم. الأمر الأول هو أن هذه النصوص جاءتنا عن طريق خبر الثقة. لما يجيك شيء عن طريق خبر ثقة، خلاص، إيش خبر الثقة؟ مصدر ثقة، المعلومة جاءتك من مصدر ثقة. تمام. أنا أسألك سؤال. نعم. أنت الآن ركبتي طيارة. نعم. كويس، ركبتي طيارة وأدخلوك إلى غرفة الكابتن. شوف أنت عدد يعني الأجهزة والكمية الكبيرة هذه كلها، صح؟ نعم، واضح. أنا أسألك سؤال، هل لو شرح لك الكابتن كل هذه الأجهزة الموجودة هل ستستوعبينها؟ لا طبعا. طيب ليش سلمتي نفسك له وركبتي في طيارة وأنت ممكن تقع بك الطيارة؟ ليش سلمتي؟ منطقي والله، صح.
ليش سلم الثقة؟ صح ولا لا؟ لأنك أنت صحيح. مسجلة في شركة طيران، لها من الثقة ما لها، معروفة بسمعتها، معروفة بالكباتن الموجودين فيها أن هم يعني لهم يعني المكانة العالية والكفاءة الكبيرة وكذا، فسلمتي نفسك بدون ما تفهمي أصلا ما الذي يوجد. لكن مسألة مصدر ثقة، خبر ثقة. وعلى فكرة هذا ينطبق على مستشفيات، ينطبق على مدارس، ينطبق على كثير من المسائل. تعرفي نحن نصف ما نؤمن به لا نستوعبه، نصف ما نؤمن به، نصف الأشياء التي نؤمن بها غير مستوعبينها بعقولنا، كلها واخذينها بالثقة. أنت الآن أنت معلش لما تروحي لمطعم، تمام، وتشوفي مطعم معمول عليه إعلان، إيش أول خطوة تعمليها؟ تدخلي على برنامج لتعرفي كم مقيم بنجمة، صح ولا لا؟ صح. أول ما تشوفي 5 نجوم تعملي إيش؟ على طول تذهبي وتأكلين من أكلهم وأنت أصلا لا تعلمين ماذا يفعلون في الداخل. أكيد صح. وسلمتي. ليش سلمتي؟ لأنك شايفة اللي قيموه ب5 نجوم جربوه، فمش حيجربوا شيء خطر، إذن الموضوع ثقة، فخلاص نسلم. إذن عفوا شيخ، يعني قصدك أنه أكو غيبيات كثيرة غير هذه، صح؟ طبعا الغيبيات بصفة عامة قلت لك تؤخذ بطريقين. أولا مصدر الثقة، نحن هذه الغيبيات كلها جاءتنا من رجل كان يلقب بالصادق الأمين من قبل أعدائه، خليك من المؤمنين به، من قبل أعدائه كان يلقب بالصادق الأمين، كان معروفا بصدقه وأمانته وحفظه للأمانة، وأنهم لم يروا عليه كذبة قط، فإذا هو رجل مشهود له بالثقة من أعدائه ومن أحبابه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. فكل ما أتانا من خلاله بالغيب مسألة غيبية نحن نصدق بها. تمام. طيب المسألة الثانية، أنا عندي أصول الإسلام الواضحة، توحيد، صحة القرآن الكريم بالأدلة والبراهين، أدلة علمية، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الإعجاز التشريعي، الإعجاز البياني اللغوي، النبوات الغيبية الموجودة في القرآن الكريم، عدم وجود أخطاء في القرآن الكريم، عدم وجود تناقضات، حفظ القرآن الكريم وعدم تغيير فيه ولو حرف واحد منذ أن نزل بالدليل والبرهان المشاهد بالعين، السنة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بأنه انتصر في كل معاركه، نصره الله عز وجل بعدما كان ضعيفا، تنبأ بنبوات مستقبلية حتى في زماننا هذا تنبأ بنبوات حدثت في زماننا هذا، أخبرنا بتفاصيل دقيقة في حياتنا قبل أكثر من 1400 سنة. ممكن واحدة من التفاصيل، لأنه هذا سؤال ثاني راح أسألك إياه، بس أنت بما أنه أنت قلت يا شيخ، إذا ممكن تقول لي شنو التفاصيل أو الأشياء اللي بالقرآن أنه هي تبين إنه القرآن لكل الأزمان أو الإسلام لكل الأزمان، لأنه صراحة بس أشوف مثلا انظروا إلى الإبل كيف خلقت، يعني أنا أعطيك يعني إشارة علمية واحدة في القرآن الكريم. نعم. تمام. أنت شايفة هذه السحب التي في الأعلى، صح ولا لا؟ نعم. طيب أنت لما تركبي في الطيارة هكذا، إيش تشوفي هذه السحب، خفيفة ولا ثقيلة؟ ما أعرف صراحة، يعني أشوفها يعني نفس كأنه قطن، يعني كأنه ثقيل يعني. القطن ثقيل؟ يعني قصدي إنه يعني والله ما أعرف صراحة أوصف، يعني مرات أشوف خفيف، مرات أشوف يعني مرات تكون غيمة مش يعني لونها غامق أبيض تكون شوي، بعدين غيمة ثانية تكون أبيض غامق. المتبادر إلى ذهن كل الناس أن السحب خفيفة لأنها شكلها قطني وظاهرها في السحب أنها خفيفة، ولذلك حتى المقالات العلمية ممكن أظهرها لك الآن، تقول أن الظاهر في السحب خفيفة، ظاهرها خفيف. نعم. لكن هل تعلمي السحابة الواحدة كم تزن؟ السحابة الواحدة تزن مقدار 100 فيل. السحابة الواحدة تزن 100 فيل. شوف، تعالي سمعك. عندما تنظر إلى السماء، تعالي سمعك هذا المقال، هو بالإنجليزي بس مدبلج بالعربية، إذا تحبي سمع عليك بالعربية بالإنجليزية ما فيش مشكلة، تفضل اسمعي. عندما تنظر إلى السماء وترى السحب البيضاء المنتفخة تطفو فوقك
ربما لا تدرك مقدار الوزن الهائل المعلق فوق رأسك. وزن السحابة الركامية المتوسطة يعادل 100 فيل أفريقي، أو حوالي 1 مليون رطل. ويرجع هذا الوزن الهائل إلى جزيئات الماء الموجودة بداخلها، والتي تمنح السحب الركامية كثافة متوسطة تبلغ نصف غرام لكل متر مكعب. فكيف يبقى كل هذا الوزن معلقا في السماء؟ السبب في ذلك هو أن الكمية الهائلة من الوزن الموجودة في السحابة موزعة على مساحة ضخمة جدا، وفي النهاية تكون السحب في الواقع طبعا هذا مقال في الأصل إنجليزي بالمناسبة. نعم. تمام. طيب عندك مثلا هذا الموقع، شوفي معايا، هو موقع إنجليزي يعني، تمام، لكن حنترجمه إلى العربية. نضغط على هذا هو المقال. نعم. وحنترجمه دقيقة. وتحت عنوان كم يبلغ وزن السحابة. نعم. وحاطين فيديو طبعا يشرح، بس بلاش من الفيديو، خلينا نقرأ المقال بشكل سريع. عفوا. شوفي هنا ماذا في مش عارف واضحة الكلمة ولا لا، خليني أقلب الشاشة. انظري هنا لما ترجمت العربية ماذا يقول المقال هنا. نعم. أيوة. أن السحب ثقيلة للغاية. كم يبلغ؟ هذا لحظة في هذه. أيوة. يقول كم تبدو الغيوم عديمة الوزن تقريبا. تبدو. نعم. ظاهر الغيوم إيش؟ عديمة الوزن، ما فيش وزن أبدا. يعني الظاهر للإنسان أن الغيوم ماذا؟ خفيفة، صح ولا لا؟ نعم. طيب هذه المقالات كلها حديثة، يعني تم اكتشاف أن الغيوم ثقيلة جدا، وكثير تفاجأوا على فكرة، حتى كاتب هذا المقال تفاجأ من ثقل السحب، لم يكن يتوقع هكذا. القرآن الكريم أخبر بهذه المعلومة قبل أكثر من 1400 سنة. في سورة الرعد يقول الله عز وجل: وينشئ السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال. نعم. كيف علم رجل يعيش في حياة بدوية صحراوية لا يوجد فيها أي مقومات التطور بأن تلك السحب ثقيلة؟ لو كان القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم، كيف؟ صحيح، منطقي. وعلى فكرة المقالات كلها الموجودة عندي تؤكد أن هذا الأمر اكتشف حديثا. ثقل السحابة ده اكتشاف حديث. هذه السماء والطارق هم ذاكرين انه اكتشفوا نجم جديد انه صوته يشبه صوت الطارق، فهذه كانوا ذكروا عنها. أنا قرأت ذلك، لكن ما زلت لم أبحث أنا بشكل شخصي. أنا لا أعطي كل المعلومات اللي أنا باحث عنها بشكل شخصي ومتأكد منها أنا بشكل شخصي، لكن نعم هي معروضة، بس ما زلت ما بحثتش عنها أنا بشكل شخصي. أو أكثر دليل مقنع صراحة اللي هو مراحل تكون الجنين. أنا طبيبة، فمراحل تكون الجنين صراحة أكثر شيء يعني هو مقنع، لأنه لا يمكن أحد يعرف هي حتى يعني طبيب معروف اللي هو الطبيب الكندي كيث مور، أكيد سمعت به من قبل. أنت أظنك شاركتي من قبل وسمعتك الفيديو بتاعه، صح؟ نعم. أيوة الآن تذكرتك. نعم الآن. فبالتالي يعني اللي هو الدكتور كيث مور هو بنفسه الذي اعترف بفيديو وقال بكل وضوح أن معلومات تكون الجنين الموجودة في القرآن لا يمكن أن تكون من معرفة رجل عاش في القرن السابع اللي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
بس سؤال أخير بعد، يعني ضغطت عليك تعبتك. بس حادثة الإسراء والمعراج هل هي تعني أنه بس لما بس تأكد، أنت اللي كان عندك أصدقاء مش عارف ملحدين ولا كذا، ولا تختلفين؟ نعم نعم أنا نعم. بس أنت شاركتي على أنك مسلمة من قبل، مش ربوبية. أنا قلت لك أنا كنت مسلمة، وبعد ذلك أنه يعني أنا مش من عائلة متدينة جدا، فبعد ذلك أنه صرت ملحدة. فلما مم. يعني تعمقت في البحث أنا بيني وبين نفسي، اكتشفت إنه أنا لا، مو ملحدة، أنا ربوبية، يعني أقرب إلي شيء ربوبية. أنا ما أعرف إذا أنت مخربط بيني أو غير أحد، بس هذا الكلام اللي صار بالضبط. أنا صادقة. أيوة، طيب تمام، نعم. كمل تفضل. إيه. آه آه ال- شنو كنت أقول؟ حادثة الإسراء والمعراج هل تعني إنه الرسول لما عرج إلى السماء وشاف الجنة والنار، هل يعني إنه هو يعني راح إلى زمن آخر، أو يعني كيف صار، ولا كيف هذه راح؟ غيبية؟ ما فهمت كيف راح لزمن آخر يعني. يعني كرري لي إيش السؤال؟ حادثة الإسراء والمعراج لما أعرج الرسول إلى السماء، طيب. هل هو شاف الجنة والنار، صح؟ هو هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، ولكن اختصارا للحادثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رأى الجنة والنار، لكن قد يكون معناها رؤية العلم، ومن العلماء من قال إن هي رؤية حقيقية. أي نعم. نعم. طيب هل معنى هذا أنه هو سافر بالزمن؟ كيف يعني سافر بالزمن؟ أنا فهمتش هذه سافر بالزمن. طيب يعني كيف يعني الجنة والنار ما موجودين حاليا، طب كيف من يعني قال لك شافهم؟ عفوا، من قال لك غير موجودين؟ قلت لك لم تفتح أبواب الجنة والنار، لكن لا يعني أنهم مش موجودين. أوكي. في فرق بين غير موجودين، يعني الجنة موجودة الآن، أي موجودة، لكن لا يفتح بابها إلا يوم القيامة، وأول ما يفتحها هو النبي صلى الله عليه وسلم. صح. أي نعم، هذا هو. أنا خلصت أسئلتي صراحة، أشكرك يا شيخ. طيب، هل الآن كل خلاص أسئلة. عندك يقين بالإسلام؟ ما عندك أي إشكال؟ لا، ما عندي إشكال. بس إذا تذكرت سؤال راح يعني عادي أشارك أسأل مرة ثانية. نعم، تشاركي بس في بث المسلمين إن شاء الله. طيب. تمام بإذن الله. شوف والأخ أمين، تراسل الأخ أمين، تمام، ويضيفك إن شاء الله في الجروب بتاع الأخوات وكذا، إذا احتجتي شيء إن شاء الله يساعدنك بإذن الله تعالى في التليجرام. بس تنطقين الشهادتين إن شاء الله. تفضل، انطق الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نسأل الله لك الثبات يا أختي، لكن يعني لدي نصيحة لك قبل أن تذهبي. ليس كل شبهة تأتيك تسارعين في الكفر وفي الردة. احذري، فالشبهات تتهافت بمجرد أن تكوني على علم بدينك، تتهافت. فلذلك اصبري، وإذا جاءك إشكال اعلمي أن النقص منك. نعم. طب يعني الأخ محمد شكله مستلم الراتب اليوم. الله فيك. راتب يا شيخ. الله جزاك الله خيرا يا أخ محمد. المهم، اعلمي أن الشبهات ينسفها العلم. فإذا جاءتك شبهة ولا تدرين الرد عليها، لا تعرفين الرد عليها، يعني اعلمي أن النقص منك. تعلمي نعم. وادرسي وستجدين الرد، ولا تسارعين في الكفر والردة. نعم. تمام. نسأل الله لك الثبات إن شاء الله. أشكرك شيخ على صبرك وعلى تعبك جدا. أشكرك. إن شاء الله، بارك الله فيك. الله. بس سؤال على يعني الفترة اللي راحت خلاص، يعني ما يعتبر ذنب ولا يعتبر ذنب ولا إيش يعني؟ طبعا هو ذنب أكيد يعني، بس خلاص من تاب الله عز وجل عليه. الآن فكري في القادم، حسني من نفسك، التزمي بصلاتك، التزمي بملابسك الشرعية، التزمي بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وبما
وابتعدي عن كل ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، ولا تفكري في الماضي، اعلنيها توبة صادقة لله عز وجل، وبإذن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. تمام. شكرا شيخ. بارك الله فيك، نسأل الله لك الثبات. طيب نسجد بس سجدة شكر